السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله جينا لكم بعد فترة انقطاع ونبدأ معانا موضوع جديد النهاردة ونشوف هنحل المشكلة دي إزاي. دلوقتي لو جانا واحد بيشتكي من المنطقة اللي هي تحت القفص الصدر على طول، اللي هي موجودة ناحية المعدة في المنطقة دي كده. شفت الحتة دي كده؟ لو واحد جه بيشتكي من المنطقة دي ماسك المنطقة دي كده. دلوقتي احنا ممكن نشك في كذا حاجة. ايه الحاجات اللي ممكن نشك فيها؟ لا اما ده التهاب عادي خالص في المعدة، او ممكن يكون التهاب في القولون، او ممكن يكون التهابات في المرارة او حصو في المرارة، او ممكن يكون لا قدر الله جلطه في القلب ومسمعه في المنطقه دي، جلطه في العضله بتاعه القلب، او ممكن يكون في ارتجاع مريء، او ممكن يكون التهابات وبرد في العظم عادي او العضلات. طيب احنا طبعا مش كل واحد هيجي يشتكي يبقى ده لا قدر الله جلطه في القلب. لازم نعرف ايه التاريخ المرضي بتاع المريض، هل المريض ده بياخد علاج لاي حاجه ولا لا، ضغط، سكر، قلب، هل المريض دوت بيشتكي من اي حاجه تانية ولا لا، هل الألم دوت بيسمع في الظهر، بيسمع في الكتف، بيسمع في البطن من تحت، هل الألم ده مصحوب بترجيع أو مصحوب بإسهال ولا لأ. دي كلها حاجات لازم ناخد بالنا منها في المريض ده. يعني المريض دوت لو كان مدخن وبيشتكي من عضلة القلب، عنده مشكلة في القلب، فالمفروض نعمل له رسم قلب عشان دي ممكن تكون جلطة في القلب. إنما لو المريض ده الموضوع ده متكرر معاه وبيزيد مع الأكل، يبقى ده غالبا التهاب في المعدة أو القولون. لو المريض ده الموضوع ده بيزيد معاه من حاجات دسمه، يبقى ممكن تكون لا قدر الله في التهابات في المراره. فلازم نشوف شكوى المريض ونحلل الشكوى بتاعته ونشوف التاريخ المرضي بتاعه والامراض اللي معاه ونديله علاج على حسب الحاله بتاعته. ودي كانت حلقه بسيطه، واشوفكم ان شاء الله في حلقات كتير.